أصدقاء، قبل ما نبداو نشرح لكم الموضوع ديالنا اللي هو واش ضروري نفتحوا حساب بنكي باش نقدروا نستافدوا من المنحه التعليم العالي، غنطرق لواحد النقطه اللي مهمه بزاف. تبعوا معايا، غندخلوا الموقع ديال منحتي بويما اللي هو الموقع اللي سجلنا فيه اول مره، غنمشيو للنصوص القانونيه على هذا الشكل هذا، ومن بعد غننزلوا لتحت وغنلقاو هذا المرسوم هذا الرقم كذا وكذا، غنكليكيو عليه هكا وغنمشيو بالضبط الماده الاولى. بالنسبه لهذا المرسوم هو واحد المرسوم كيحدد لنا الشروط وكذلك كيفيه صرف المنحه الدراسيه بالنسبه للطلبه، وعلى حساب المستويات الدراسيه ديالهم، وعلى حساب واش كيقراو هنا في المغرب ولا كيقراو برا. قلنا سيدي حنايا غنمشيو لماده واحد وغنقراو هذا الشيء هذا اللي هنايا باش نهضر لكم ونشرح لكم هذه النقطه اللي خاص الواحد يكون عارفها وينتبه ليها، لانه بسببها تقدر المنحه ديالو ما يستافدش منها. بالنسبه للماده الواحد كتقول تخصص المنح الدراسيه لفائده الطلبه المسجلين باحدى مؤسسات التعليم العالي العام بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام، وكذا طلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج في التخصصات ذات الأولوية. قال لك سيدي المنحة الدراسية كتخصص الطلبة اللي كيقراو في مؤسسات التعليم العالي العام، يعني الأصدقاء اللي تقبلوا في المنحة ولقوا الأسماء ديالهم في لوائح ديال منحة التعليم العالي، ساحب الباك ديالو وحاطو في شي مدرسة بريفي، أو الباك ديالو ما حطو في حتى مدرسة لأنه كيقول مع راسو حتى العام الجاي عد أنني ندفع للمدارس، أو انه كيقول اسيدي هذا العام ما غاديش نقرا وغنخلي الباك ديالي في المنزل ديالي حتى العام الجاي. فراه الباك ديالك الا ما كانش محطوط في شي مدرسه تابعه للتعليم العالي او التكوين المهني وحطوه في شي مدرسه بريفي كيف ما كان الاسم ديالها، راه ولو تلقى السميه ديالك في اللوائح ديال الناس اللي تقبلوا في المنحه في الاجتماع واحد او جوج او ثلاثه، فراه ما كيعنيش انك غتاخذها و100% ما غاديش تستافد من هذه المنحه هذه، لان من الشروط خاصك تكون كتقرا في مدرسه تابعه للتعليم العالي او التكوين المهني اللي تابع للدوله العام، ماشي بريفي ماشي الخاص. هذه هي النقطه اللي صراحه بغيت ندخلها في هذا الفيديو هذا، لان بزاف ديال الاصدقاء كيتصيدوا، والهدف ديالي هو نوصل لكم المعلومه وتكونوا على بال وتبارطاجيو المعلومه مع صحابكم. يعني الا سحبتي الباك ديالك وحطيتيه في شي مدرسه بريفي، او انك غير سحبتي الباك ديالو وحطيتيه عندك، راه المنحه ديالك كتقطع الا ديجا خديتي شي اشطر منها، ولا كيتم المنع ديالك منها بشكل نهائي. والا تقبلتي وما بغيتيش تقرا وقلتي حتى العام الجاي عاد نعاود نقرا وراه ديجا انا تقبلت في المنحه، كذلك ما غاديش تستافد. هذه غير نقطه كان عليا نشرحها باش الاصدقاء يكونوا على بال وصافي. اما الى هذا العام قريتي في واحد المدرسه واستفدتي من المنحه، والسنه المقبله بغيتي تحول شي مدرسه اخرى، ديك الساعه المنحه ديالك كتبقى. غير كذلك حتى هي عندها شروط، ولا بغيتو نشرح لكم هاد اللعيبات بلي ديتاي بالنسبه لما يسمى بترانسفير منحه التعليم العالي او تحويل المنحه من المدرسه لمدرسه اكس، خليوها ليا في التعليقات ووصلوا هذا الفيديو هذا ل 2000 لايك. اجي دابا الاصدقاء ندوزو ونشرحوا النقطه اللي كنا بغينا نشرحوها فيما يخص واش خاصني نفتح حساب بنكي باش انني نقدر نستافد من هذه المنحه هذه. الجواب ديال هذا السؤال هو لا واه. تبوا معايا دابا، راه هادشي مهم. واخا اول حاله الفئه اللي خاصها تفتح حساب بنكي، او الفئه اللي تقبلات من الناس اللي تم الاعلان عليهم في اللوائح ديال العمالات واللي مفروض عليهم يفتحوا حساب بنكي، هما الاصدقاء والصديقات المتدربين والمتدربات اللي كيقراو في التكوين المهني، وهما اللي خاصهم ضروري يفتحوا حساب بنكي باش كياخذوا داك البيان ديال الحساب اللي هو لوريب. بعد ما كتقول لهم الاداره يجيبوه ليا وكيكون واحد الاعلان، وخاص الدراري والبنات يكونوا ديجا فتحوا. هذه هي الفئه اللي مفروض عليها انها تفتح حساب بنكي، يعني الدراري والبنات اللي كيقراو في التكوين المهني او المراكز اللي تابعه للتكوين المهني في مختلف المدارس. اما الدراري والبنات اللي كيقراو في المدارس في الكليات فراكم غير معنيين باش انكم تفتحوا حساب بنكي، وغير مطلوب انك تفتح حساب بنكي باش تاخذ المنحه. كيفاش وعلاش؟ لان الطلبه اللي كيقراو في التعليم العالي وفي هذه المدارس ذات الاستقطاب اللي هي محدود ومفتوح، كنهضر على الكليات لافاك، الناس اللي كيقراو في لافاك، والناس اللي كيقراو في المدارس بحال الانصا الانسجه الانصام الى اخره لو سي، نتومايا ما كتفتحوش حساب بنكي. الدوله او الوزاره هي اللي كتفتح لكم حساب بنكي وكتعلمكم تقريبا في النص ديال هذا الشهر واحد ان شاء الله اللي غادي يدخل
كتعلم للطلبه والطالبات على انه راه تفتحات واحد السيت كما هاد السيت اللي تسجلنا فيه اول مره ديال منحاتي، غيتفتح واحد السيت اخر، وهاد السيت الناس اللي لقاو الاسماء ديالهم كيدخلوا لهاد السيت وكيعمروا المعلومات اللي كتعلق بهم، يعني مسار ديالهم، تاريخ الزياد، وجميع المعلومات اللي كتعلق بهم، وكيختاروا المدرسه اللي هما كيقراو فيها والمسلك الى اخره. والمرحله الاخيره كيختاروا الوقيته اللي غيمشيو ياخذوا فيها الحساب ديالهم، او بالاحرى واحد لاكارت منحاتي، كارت كيشي كتخرج بها الفلوس، هو الحساب ديالكم. كتاخذ ديك لاكارت كيشي اللي سميتها منحاتي وكتسنى تصرف لك فيها المنحه، كتعمر التاريخ اللي بغيتي تاخذ فيها، او اوتوماتيكمون السيت كيطلع لك الرونديفو ديالك، وانت كتختار بالطبع الا بغيتي تاجل حتى لشهر 2 شهر 3 راه كتاجل على حساب داكشي، كيبقى اختيار ديالك. من بعدها كتختار لاجونس ديال البريد بنك والشركه اللي كتفتح لكم مع الدوله حساب هي البريد بنك البوسطه، كتوكل على الله وكتمشي في داك الوقيات، كدي معاك داك الروسي ديال انك خديتي رونديفو، كتمشي كتاخذ لاكارت ديالك والحساب ديالك ديجا كتصايبوا لك الدوله. يعني الاصدقاء اللي كيقراو في التعليم او تابعين للتعليم العالي ماشي التكوين المهني، ما كاين لا حساب ولا هم يحزنون، يعني الحساب ديال البنكه ما غاتحتاجوش، ما عندكم ما ديروا به. اما الدراري والبنات اللي كيقراو في التكوين المهني ضروري غتحتاجوا الحساب ديالكم. ونيت كنشرح لكم هذا الشيء هذا. واحد السؤال كيطرح اللي هو اسامه، واش كاين شي اختلاف ما بين منحه التكوين المهني والمنحه العاديه؟ الجواب ديال هذا السؤال هذا هو اللي غنتعرفوا عليه هنايا لتحت، غنزلوا هنا لتحت الاصدقاء، وغنلقاو قيمه المنحه بالنسبه للطلبه اللي كيتابعوا الدراسه ديالهم في المغرب. يعني راه نفس القيمه والمبلغ اللي كياخذوا الاصدقاء اللي كيقراو في التعليم العالي هو المبلغ اللي كياخذوا الاصدقاء اللي كيقراو في التكوين المهني، وما كاين حتى اختلاف. غير هو الدراري والبنات اللي كيقراو في التكوين المهني كياخذوا المنحه لمده عامين، هذه الا ما كملوش الاجازه المهنيه، والاصدقاء اللي كيقراو في الكليات او المدارس راه كياخذوه لمده 3 سنين. هذا هو الاختلاف اللي كاين على الاصدقاء. بالنسبه للقيمه الماليه ديال المنحه غيسالي هذا الفيديو هذا في الاخر، انا غنسالي دابا غتلقاو واحد الفيديو شرحت لكم بلي ديتاي كيفاش كيتم صرف هذه المنحه هذه والقيمه ديالها وكيفاش الشطر الى اخره. غير هو خصنا نعرفوا ان صرف المنحه بالنسبه للتكوين المهني كتعطل مقارنه مع الدراري والبنات اللي كيقراو في التعليم العالي مدارس وكليات. اصدقاء هذا ما كان فيما يخص هذا الشرح هذا، ما تنسوش تدعمونا بلي لايك ديالكم الا كنا بصح كنستاهلوا هذا الدعم هذا. وهذا ما كان، تبارك الله عليكم. انستغرام ديالنا نخلي لكم اسفل هذا الفيديو هذا، راه مازال كنبارطاجيو اللوائح ديال الناس اللي تقبلوا، وكذلك اي جديد فيما يخص المنحه، وكذلك المدارس اللي كاينين بعد البكالوريا، وهذا هو الاختصاص ديالنا بالاحرى. وهذا ما كان، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو ما هو احسن. كان معكم اسامه، تهلاو.